جاي احكي لكم على موضوع جدا مهم يهم المجتمع، وهو موضوع الغزو الثقافي. شنو هو الغزو الثقافي؟ الغزو الثقافي انه تدخل لنا افكار، عادات وتقاليد غريبه علينا وتنتشر ما بين مجتمعنا. هذا هو الغزو الثقافي. وما هي الآلة كيف تدخل هذه الافكار؟ اهم آلة لدخول تلك الافكار هو الخطاب الاعلامي، الخطاب الاعلامي اللي يتضمن الخطاب الثقافي الديني الاجتماعي الى ما جرى. هذا الخطاب اذا كان خطابنا احنا الثقافي الاعلامي اقوى من الخطاب الدخيل ما راح تكون عندنا هناك غزو ثقافي. اما اذا كان الخطاب الدخيل الخطاب الاعلامي الثقافي الاجتماعي الديني اقوى من خطابنا، فراح تنتشر هنالك عادات الغير وتقاليد الغير. هذه بصوره عامه هو هذا الصراع الفكري الان الموجود في العالم ما بين الخطابات. واهم وسائل الخطاب هو وسائل التواصل الاجتماعي، عندنا التلفزيون، والوسائل اهم شيء هو وسائل التواصل الاجتماعي لدخول الخطابات الاخرى وآلية الغزو الثقافي اللي موجودة. فإذا ما كنا نملك خطاب ثقافي اجتماعي ديني قوي صاد أو يكون المصد للخطاب الثقافي القادم، راح تنتشر عندنا عادات وتقاليد غريبة على مجتمعنا وتكون ضمن عاداتنا وتقاليدنا. وإذا كان خطابنا أقوى فراح تنتشر عاداتنا وتقاليدنا وأفكارنا عند الغير ونكون احنا المسيطرين. هذا الآن هو موضوع الصراع الفكري اللي يعيش العالم بأكمله. وباختصار شديد وضحت لكم ما هو الغزو الثقافي وآليات الغزو الثقافي وأساسيات الغزو الثقافي. الخطاب الإعلامي اللي يشمل هو الخطاب الديني والثقافي والاجتماعي، المفروض يكون خطاب قوي وراسخ في المجتمع في سبيل يكون المصد للخطابات الأخرى أو التدخل الثقافي الآخر. وأهم سبل أو من أهم الأمور اللي حقيقة أصبحت دخيلة على مجتمعاتنا واللي يشجع على وصول الثقافات الأخرى أصحاب المحتوى الهابط. يعني هؤلاء يعني دسيسة عجيبة على مجتمع أصحاب المحتوى الهابط والمراهقين اللي دا يتابعوهم واللي دا يصلون إلى ترندات دا يسيئون للمجتمع، وأيضا دا يسيئون إلى المجتمع وهناك أيضا يبثون أفكار وعادات غريبة عن مجتمعاتنا. أيضا هذا أحد سبل وأحد أساسيات وركائز موضوع الغزو الثقافي. يعني هؤلاء يعني موضوع الغزو الثقافي والقائمين على الغزو الثقافي يعتمدون على أصحاب المحتوى الهابط في نشر أفكار مسيئة للمجتمع ومسيئة إلى عاداتنا وتقاليدنا. حبيت اليوم أتكلم بهذا الموضوع وحياكم الله.